عادي ان البنت تهزر مع المدرس بتاعها حتى لو بحدود؟ لا مش عادي. لان هو انا بصي انا بحب دايما يعني انا وزميلي في الشغل هو زميلي في الشغل لا اكتر ولا اقل، ما احكيلوش حاجه عن حياتي الشخصيه ولا هو يحكي لي حاجه عن حياته الشخصيه، لان احنا زمايل في الشغل يبقى نتكلم في الشغل. نفس الكلام مدرس وطالبه. هو مدرس شغلته ان هو يدرس لك، وشغلك انك تقعدي تسمعيه وتستفيدي من اللي هو بيقوله عشان تنجحي في حياتك الدراسيه. انتوا مش صحاب، انتوا مدرس وطالبه. عشان الموضوع ما يخرجش من الحته دي يبقى في حته مش لذيذه، تبداوا تبقوا بتهزروا. مفيش حاجه اسمها هزار بحدود، ما هو الهزار اللي بحدود ده ممكن يبقى مش بحدود بعد وقت. فلا، ما تسمحيش لنفسك انك تهزري مع مدرس يفهمك غلط ولا يفتكر ان انت بقى بنت بقى لذيذه بقى ومش جايه تتعلم، انت جايه تهزر وجايه كده. كلام كتير قوي بيدور في مخ اي مدرس او اي حد شاب عموما. مش هيبقى حلو ان هو يفكر فيكي بالطريقه دي. بصي، علاقتك بحماتك ما تتعامليش معاها لانها صاحبتك اللي لازم زي ما انت كلمتيها هي تكلمك. اعتبريها زي مامتك، هي فعلا زي مامتك مش هتعتبريها. فلما مامتك تقعد يوم ما تكلمكيش، يومين ما تكلمكيش، لو هي اصلا ما لهاش في ان هي تمسك التليفون تكلمك عادي، ايه المشكله؟ ما ناخدهاش بقى ان هي حماتي مش عايزه تكلمني وانا بقى اللي بكلمها وكرامتي نقحت عليا. لا، كلميها، ايه المشكله؟ كلميها سلمي عليها حاجه لوجه الله وخلاص. وبيقولوا لها كده مثلا، قولي لها طنط مثلا او ماما على حسب انت بتقولي لها ايه يعني. قولي لها يا طنط انا بتبسط قوي لما بلاقيكي بتكلميني في التليفون، بحب نقعد نرغي مع بعض. يعني خلي العلاقه لذيذه كده وحببيها في ان هي تبقى بتتكلم معاكي. هقولك ان انا طول العمر يعني قادره ان انا اتحكم في مشاعري وفي افكاري. لا طبيعي ممكن فكره تسيطر عليا، ممكن مشاعر تسيطر عليا في وقت ما، لكن مش بسيبها تدوم على طول. يعني مش بسيب بقى مشاعري تتحكم فيها طول الوقت. ادخل في مود اكتئاب، ادخل في مود زعل، ادخل في مش عارفه ايه. لا، بحاول على قد ما اقدر ان انا الحاجات دي ما تتحكمش فيها، انا اللي اتحكم فيها. انا اللي اتحكم ان انا ابقى امتى زعلانه، امتى مبسوطه، امتى اعرف احل مشاكلي، امتى ما اعرفش، امتى ما ادخلش في مود اكتئاب وحاله اكتئاب وما اعرفش اخرج منها بسهوله. فبحاول على قد ما بقدر. ربنا يا رب يقوم بنتك بالسلامه وتطمنوا عليها يا رب وتبقى زي الفل، ويطمن كل اب وام على اولاده يا رب. محدش قلبه يوجع على اولاده ابدا ابدا يا رب. مسلسل 6 شهور بينزل كل يوم تلات بعد الساعه 12 بالليل، بتنزل حلقتين منه كل اسبوع. يعني التلات اللي فات نزل حلقتين يوم التلات بعد الساعه 12، دي الحلقه الاولى والثانيه. امبارح نزل الثالثه والرابعه. كل اسبوع بتنزل حلقتين يوم التلات، احفظوها عشان تتفرجوا عليه. افتكرت قوي نفسي يوم ما عرفت ان انا حامل، وقت اتوترت وعيطت ومش مصدقه نفسي، فاكره ان انا هولد بكره. افتكري ان انت هتقعدي 9 شهور حامل يعني، وربنا يكمل حملك على خير. فانت مش هتولدي بكره، فما تقلقيش ما تتوتريش. ثانيا بقى دي احلى حاجه في الدنيا، ورزق ونعمه كبيره من عند ربنا. طبيعي موضوع يخوف، مش يخوف عشان هو وحش، يخوف عشان هو حاجه جديده. بس كله بالتعود. تتعودي على الحمل وتتعودي لما تولدي على البيبي ويبقى اقرب حد ليكي، الا يا ولد يا بنت ان شاء الله. فوالله ما تضيعيش حملك في التوتر والخوف، عشان انا ضيعته في التوتر والخوف وزعلت. دلوقتي بقعد اقول يا ريتني كنت يعني متحمسه كده ومبسوطه. انا طبعا كنت مبسوطه وكنت اسعد واحده في الدنيا، يعني بشكر ربنا ليل ونهار. بس قصدي ان انا ضيعت وقت كبير قوي في الخوف والقلق والتوتر، مع ان الموضوع مش ما يستاهلش كل ده، بالعكس يعني. لسه بعاني من النوم المتقطع على فكره يعني. اللي قال لي 3 شهور من بعد الولاده ما تقلقيش نومك هيتظبط، ده ربنا يريح قلبه زي ما ريح قلبي وقتها يعني. بس بصراحه مش 3 شهور يعني، احنا داخلين في سنه ونص اهو. لا، بسبب الرضاعه عشان هو لسه بيرضع، فطبيعي نوم متقطع. بس هعمل ايه، خلاص بقى يعني بعود نفسي بقى. اضطريت ان انا اصحى، يعني هو بيصحى كتير في النص وهو نايم يعني طول الليل. بصحى ارضعه وانام. لو صحاني بدري بقى وخلاص هو صحي وخلاص بادئ يومه، بضطر بقى ايه يعني اشوف بقى حاجات بقى حلوه اعملها تفتح لي نفسي كده وتخليني احس ان انا مش عايزه انام. اتفرج على حاجه حلوه، اشرب حاجه حلوه، اكل حاجه حلوه، اقعد مع ناس بحبها، احط نفسي في مود لذيذ كده لحد ما هيجي وقت هينام لوحده، هيشرب لوحده وياكل لوحده وكل حاجه. انا شايفه ان هو فراغ بشكل مش طبيعي ان انا اشوف حد عمل ريفيو المكان ادخل اكتب المكان ده وحش جدا، الناس تخش تقول لي يا بنتي انت جربتي؟ اقول لهم لا، بس انا عارفه ان البروتين وحش، انا عارفه ان المكان عموما مش حلو. حرام، انا كده بظلم الناس دي امينه وكويسه. الناس دي بيعملوا لي شعري انا ومامتي وصحاب مامتي، وزي ما بقول لكم الناس من بره السوشيال ميديا، عشان ما تقولوش بيستخدموا لي حاجه، بيستخدموا حاجه تانية، وكل النتائج حلوه وكويسه. انا ولا بعمل اعلان ولا حاجه. انا لو السوشيال ميديا بكره الصبح قفلت
انا بعد ما بروتين يروح من شعري هروح اعمله تاني عشان انا بعمله لنفسي، مجرد بشارككم تجربتي، ما بقولش لحد روح اعمل ولا روحي اعملي، انا بشارككم تجربتي، بوريكم شعري الحمد لله انا ببقى مبسوطه ازاي هو معمول بروتين في مكان انا واثقه فيه. وفعلا البروتين بيوقع الشعر في اماكن تانية عند ناس تانية، بس هما لا. ف انا ولا بعمل اعلان ولا حاجه، انا بشارككم تجربتي، اللي عايز ياخد بيها تمام، اللي مش عايزها هو حر. بالنسبه لي السوشيال ميديا عمري ما احب اعمم واقول الناس بتوع السوشيال ميديا كلهم وحشين، الناس الدكاتره كلهم حلوين، المهندسين كلهم وحشين، مفيش حاجه اسمها تعميم. فزي ما في ناس خداعه على السوشيال ميديا، زي ما في ناس حقيقيه على السوشيال ميديا، على حسب انت بتتابعي مين وبتسمعيه في ايه. طبعا جزء كبير منها خداع اكيد، لانك برضو ما بتحبيش تصوري الوحش في حياتك، انت بتصوري الحلو، فاللي بيشوف الحلو فيفتكر ان حياتك كلها حلو. فهي ممكن تبقى خداعه في كده، ممكن شخص يخدع، ممكن يبقى حد بيقول اي كلام، بيطلع يقول اي كلام عشان يبقى ترند وخلاص، ما يبقاش حقيقي. فزي ما قلت لك، زي ما في الوحش زي ما في الحلو. بصي ما تحبطيش ولا تشوفي ان الكابلز بيطلقوا فانا اكيد لما اتجوز هتطلق، او اكيد علاقتي مش هتكمل اذا كان الناس دي بصوا كانوا مبسوطين وبيروحوا وبيجوا وبيسافروا وبيعملوا واتطلقوا، بالك بقى ممكن انا وكده. ما تفكريش كده خالص. يعني تفائلي خير، وخليكي عارفه ان انت مش زي غيرك، واللي هتتجوزيه مش زي غيرك، كل الناس مختلفه، بس ادعي بقى ربنا انك تلاقي الشخص الصح، ان ربنا يهدي سركم، وربنا يجعل كده بيتكم فيه خير ويبعد عنكم الشر. خليكم عاقلين، بلاش خناقات، يعني حاجات كتير قوي بقى في علاقتكم هي اللي هتخليكم مفيش حاجه اسمها طلاق. ربنا يبقى دايما مبارك في حياتكم، فما تحبطيش وملكيش دعوه بحد، ما تبصيش لحد، ربنا يهدي الناس وربنا كده يكتب لهم اللي فيه الخير، وما تحبطيش صدقيني. فعلا لازم اطلع ارد على الموضوع ده عشان الموضوع زاد بزياده، وفي كومنتس كتير قوي 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 ظلم وحرام. فانا طالعه اتكلم واقول ان انا ما بعملش لحد اعلان، انا بروح اعمل شعري فعلا هناك، يعني مش بروح مصوره مكان من بره والمكان ده حلو قوي فالناس اتاذت فانا كده خدت ذنب الناس وانا مش بعمل حاجه. لا، انا بعمل شعري حقيقي عندهم، مامتي بتعمل عندهم، صحاب مامتي بيعملوا عندهم، ناس على السوشيال ميديا ولا قرايبي ولا يعرفوني، يعني عارفيني كده بس على السوشيال ميديا، وراحوا يعملوا وشكروا لي جدا في المكان. محدش يقول بيعملوا لك انت حاجه وبيعملوا للناس حاجه تانية، لا دول الناس بتتقي ربنا في حرام. عايز اقول لكم على حاجه بقى حلوه جدا، ان الكومنتس المكتوبه على الفيديو بتاعي لما دخلنا تواصلنا معاهم وسالناهم انتوا عملتوا عند في كوزموكير، قالوا لا احنا بروتين عموما بيوقع الشعر. طب انتوا بتظلموا مكان ليه بعينه وتقولوا لا ده وحش طالما انتوا ما جربتوهوش؟ فكده حرام، كده ده ظلم للمكان. يا ستي الاير فراير بتاعتي بلاك اند ديكر، وده النوع اللي انا جربته بحبه جدا، بحبها بصراحه. لحد النهارده الحمد لله كويسه وبتسوي الحاجه صح ونظيفه ومتينه وكل الكلام ده، بس هو ده النوع اللي انا عارفاه.